يا عمي مش عارف ابدا ازاي يعني. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. جوازي كده تبوظ. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. طبعا يا عمي. عمي انا. طبعا يا عمي انت عارف احنا جايين هنا ليه. طبعا عارف. وانت شفتها ولا لسه تحب تشوفها؟ ايه شفتها دي؟ ده انا حافظها. دي عليها جوز. عندك حق، هي حلوه قوي. مش عاوز اقول لك مين كان عاوز ياخدها مني وانا رفضت. اصلها غاليه عندي قوي. طبعا يا عمي، ومين هيشهد للعروسه؟ اسكت بقى، اسكت لو سمحت. عمي من الاخر كده انا شاري وانا بايع، وما دام دخلت معايا دغري انا مش هغشك. يعني ايه؟ يعني هقول لك على عيوبها. يا عمي انا مش شايف فيها اي عيوب. اسكت انت، خلي الراجل يكمل، هو ادرى بيها. بصراحه هي محتاجه نظافه. ايه؟ انا نفسي ملاحظ كده. هي بقى لها فتره ما استحمتش، محتاجه يعني دش. الدش بايظ. ولا يهمك يا عمي، مفيش مشاكل. قول لي في الاول، انت ناوي تاخدها ليك ولا هتأجرها بالليله؟ بالليله؟ الكلام نص. روح انت دلوقتي، هتفهم انا معاك كده. روح ازاي واسيبك تتدبس؟ طب اقعد وكانك مش سامع حاجه، فاهم؟ ايه يا عم الكلام ده؟ انت تقصد ايه يعني؟ اصل انت مش فاهم يا ابني، المنطقه كلها عرب، ولو اجرتها هتاخد من وراها فلوس قد كده. ايه الراجل ده؟ اللي اعرفه انه حنين، ما كنتش اعرف انه. انا فعلا كده يا ابني، بس اكل العيش. ما تروح انت بقى. انا مش مصدق. تصدق بالله، لولا انك راجل كبير انا كنت بلغت عليك بوليس الاداب. كل يوم هنا ولا بيمسكوا حاجه. ده انت مدقدق بقى في الشغلانه يعني. موسى يلا نروح احنا الاثنين. انت متزرزر كده ليه؟ لو مش عاجبك خد الصغيره. الصغيره؟ وليها زبونها برضه. يا راجل يا منحط، ازاي تعمل كده ببناتك؟ بنات ايه يا قليل الادب انت؟ عن بنتك ساميه والصغيره سلوى. سلوة ايه وسامة ايه؟ انا بتكلم عن الشقق. الله، مش انت الاسطى عبد العزيز بتاع الكورديون؟ بلا كورديون بلا زفت. بره وخدوا الزفت اللي جايبينه ده معاكم.